هي لغة القوة والبلطجة اللي بقت تتكلم ولا إيه؟ واقعة جديدة صادمة نشرها مواطن بعد ما وثقتها كاميرا مراقبة قدام بيته للي حصل له. الراجل كان طالع من بيته في وقت متأخر بالليل لما سمع أصوات كتير في الشارع قدام بيته. اتفاجئ بحوالي 30 شاب قدام البيت، وظهر في الفيديو وهو بيسألهم أو بيلومهم على وقفتهم دي، لكن اتفاجئ بواحد فيهم هجم عليه ونزل عليه ضرب بسلاح أبيض. الراجل اتفاجئ كمان إنه بين 30 بلطجي ومش عارف يعمل إيه، والناس بتتفرج عليه ومحدش قادر يعمل حاجة، ومش واضح مجموعة الشباب دي كانت متجمعة في المكان ده ليه، ولا حتى إيه سبب تعديهم عليه بالظبط. لكن المواطن نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وقال: بعد ما انعدمت الشجاعة والضمير والقانون اتهاجمت قدام بيتي بالسلاح والمطاوي، وده كان في نص الشارع وفي قلب قويسنا من مجموعة بلطجية أكتر من 30 واحد، والناس واقفة بتتفرج. أنا مش ساكت وهاخد حقي بالقانون، وبطالب كل شخص عنده ضمير وإنسانية إنه يساعدني في نشر اللي حصل عشان نوقف اللي بيحصل ده قبل ما يبقى عادة، قبل ما الضحية يبقى أنت أو حد من أهلك. وطبعا الفيديو ده أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا رجال الشرطة بسرعة التحرك وضبط الجناة عشان يكونوا عبرة وما يكرروش البلطجة دي على حد تاني.